النهاردة هنتكلم عن الشاور. أول حاجة دي الزوايا اللي بتمسك الإزاز في الحيطة، ودي المفصلات دي اللي بتثبت الإزاز، وده المقبض دي اللي بيتحط عليها الفوطة. دي الزوايا بتاعت الحتة التانية، دي رسمة الصنفرة. هو العميل أو الزبون هو اللي طالبها بالشكل ده. جزء شفاف حوالي 40 سنتي تقريبا أو 45، وفوق برضه حوالي 45 سنتي شفاف، والجزء اللي في النص ده مصنفر. الفرش ده فرش مغناطيس، مش عارف واضح في الفيديو ولا لأ، اللي هو بيلقط شبه باب التلاجة كده. الاكسوار زي ما حضراتكم شايفين، اكسوار كله فضي، ممكن يكون هنا واضح اكتر. ده فرش عادي عشان يمنع المية. دي الاكسسوارات من جوه، دي مجاري او يو بتثبتها، هي اللي مثبتة الازاز. طبعا في سيليكون، مش عارف واضح ولا لا، سيليكون ما بين المجرى والازاز وما بين الحيطة والمجرى، بحيث انها تمنع المية. وده الفرش، بس حضراتكم لما بيقفل تقريبا بيبقى محكم بنسبة كبيرة يعني. وده اللي بنسميه شداد، فلانشة يمين فلانشة شمال ماسكة الماسورة. الماسورة دي ستانلس 304، مش عارف واضحة في الفيديو ولا لأ. ستانلس 304 ان هو مبيصديش، كل الاكسسوارات بتاعتنا ما بتصديش. 304 دي المساكات اللي ماسكة الازاز اهي، كل متر تقريبا بيتكتب على الماسورة ان هي 304. ده المقبض من جوه، المقبض من جوه يد هتمسك، ومن بره فواطة. هنا تحط الفوطة، انا هبعد شوية اهو. الجزء اللي في النص ده مصنفر، الجزء المصنفر اللي في النص ده عشان لو اكتر من شخص ممكن يستخدم الحمام، بحيث ان الجزء الشفاف اللي تحت ده يبان ان حد من رجله، يعني ان هو بقى في حد جوه. والجزء اللي فوق ده يبان دماغ الشخص، يعني زي ما انا واقف كده اهو، تقريبا كده دماغي كده باينه تمام. والجزء اللي تحت يبان رجل اللي تحت. ودي برضو ستيكر مكتوب عليه ستانلس 304. طبعا اكيد المقبض كذلك، كل الاكسسوارات بتاعتنا كده. طبعا هتسألني في السوق في ستانلس بيصدي؟ ايوه طبعا في ستانلس 201 موجود في السوق بيصدي نفس الحاجات دي كلها، بس ستانلس 201 حاجات بتصدي. انما احنا يعني اللي انا اقصده بغض النظر عننا، يعني في انواع بتصدي، في انواع ما بتصديش. لازم تتأكد ان الحاجة اللي موجودة عندك او اللي هتركب عندك تكون ستانلس. اسألوا برضه عن الفرش المغناطيس. الفرش المغناطيس ده مهم جدا طبعا، بيبقى محكم بدل ما الباب بيفضل مفتوح كده شوية او مفتوح كده، لا هو مجرد ما بيقرب بيلقط، بيقرب يعني المسافات. انا مش عارف ممكن اقدر اوضح ايه اكتر من كده. دي المفصلة دي ازاز في ازاز، في منها نوع تاني اللي هي الازاز في حيطة، بس دي تفصيلة الشاور جت كده يعني، مش احنا مش متعمدينها يعني. ده كان انسب مكان يتحط فيه الازاز يعني، بالذات يعني لازم الدش يبقى وراه حته ثابت، او قدامه حته ثابت.
لازم، ما ينفعش الضرفة قدام الدش. تاني حاجة الارتفاع، لازم الشاور يكون في سوى او اعلى من ارتفاع الدش. يعني دي معلومات كده على الماشي. يعني ارتفاع الدش اهو تمام، وارتفاع الشاور يعني تقريبا في سوا واحد، او الشاور اعلى ب5 سنتي او 7 سنتي اهو. الشاور اعلى شوية، بس احنا على اساس ان هو لو رفع الدش ده شوية ولا حاجة، لان ده طبعا بيترفع وبينزل. بس دي كانت ابرز الحاجات اللي احنا ممكن نتكلم عليها. ودي جلسة طبعا احنا فاصلين فيها، فاصلين في الإزاز. ونشوفكم مرة تانية. سلام.